المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتفقد مشاريع التنمية في الإقليم الجنوبي. إجراء جراحة العيون في مستشفى الدقيح. مدرسة أسمرة تخرج 53 طالباً. روسيا ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار نقل المساعدات إلى سوريا. وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان التجارة وحرب أوكرانيا. وإزالة الأشجار في غابة الأمازون تصل لمستوى قياسي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تفقد رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود مشاريع تنمية المياه والزراعة ومنتجات الألبان والطاقة الشمسية في الإقليم الجنوبي برفقة فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وزار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اليوم الثاني من زيارته لإريتريا التي تستغرق 4 أيام سدي لوغو ومسلام ومشاريع تخزين المياه والتنمية الزراعية وتربية الحيوانات ومصنع الألبان الذي يتم تركيبه في المنطقة. وزار الرئيس الصومالي القوات الوطنية الصومالية التي تتدرب ل3 سنوات في إريتريا وشاهد العرض الذي قدمته. وأوضح قائد المتدربين تلقي التدريب الجيد في إريتريا واكتساب تجربة الشعب الإريتري لبناء بلد واحد موحد، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ الواجب الوطني. كما هنأ الرئيس حسن شيخ محمود في الرسالة التي وجهها المتدربين بالوصول إلى نهاية التدريب، مشددا بأن الشعب وحكومة الصومال يتوقع منهم المساهمة الكبيرة باعتبارهم جزءا هاما من الجيش الوطني الصومالي. وأجرى الرئيس حسن شيخ محمود مباحثات موسعة مع قادة القوات الصومالية المتدربة في مختلف المجالات في إريتريا. وأكد الرئيس إسياس أفورقي من جانبه وجود علاقات تاريخية خاصة بين إريتريا والصومال، ومن الشرف تدريب إريتريا للصوماليين والمساهمة في بناء الجيش الصومالي. هذا وقد وصل رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود إلى العاصمة أسمرة بعد ظهر أمس في زيارة للبلاد تستغرق 4 أيام تلبية لدعوة فخامة الرئيس إسياس أفورقي. أجريت العمليات الجراحية لزرقة العين في الأشهر ال6 الماضية ل152 مواطنا في مستشفى الدقيح قادمين من مديريات صنعافة وعالدقيح وزورونا وماي عيني وسجنيتي وفورو. وقال المدير الطبي لمستشفى الدقيح الدكتور تجازآب كفلزجي إن العمليات الجراحية أجريت بالإمكانات الذاتية للمستشفى، مشيرا إلى أن العمليات كانت تجري في السابق بأطباء قادمين من أسمرة ومندفرة، ونفذت حاليا بالقدرات البشرية والمعدات التي يمتلكها المستشفى. ودعا المواطنين للتوجه السريع إلى المؤسسات الصحية لمرضى العيون. وقال طبيب العيون في مستشفى الدقيح الدكتور أحمد صالح تشخيص 3380 مريض في الحملة الصحية التي نفذت في 25 من مايو وحتى 23 من يونيو في مديرية الدقيح، وأجريت العمليات الجراحية ل148 منهم لزرقة العين. وذكر خبير تركيب العدسات في مستشفى الدقيح الدكتور فسحة طعامي منح العدسات ل70 طالب بعد الفحوصات الصحية التي أجريت في المدارس. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن الارتياح لتلقي الخدمة الصحية عن قرب وزوال المصارفات الكبيرة للسفر وغيره إلى العاصمة أسمرة والمدن الأخرى. خرجت مدرسة أسمرة الفنية في 9 يوليو 53 طالب في مجال البناء بعد دراسة ل3 سنوات بدرجة الدبلوم. تلقى الطلاب التعليم في البناء العام والمسح والتخطيط. وأوضح مدير المدرسة سيد سمرة وردة في المناسبة إضافة سنة تعليمية في العام الدراسي 2020 و2021 بموجب تعليمات وزارة التعليم لتكون سنوات الدراسة 3 سنوات لاكتساب القدرة والكفاءة الجيدة.
ودعا أولياء الأمور للعمل بقوة لتشجيع أبنائهم وعمل الطلاب لتطوير القدرات المكتسبة بالتطبيق. وذكرت ممثلة الخريجين وصولهم إلى هذا المستوى بجهد المدرسة والمعلمين وتشجيع أولياء الأمور، مؤكدة على العمل المضاعف. وأوضح مدير الإدارة والمالية في قسم التعليم الفني والمهني والتدريب في وزارة التعليم السيد برهان أرأيا أن التخرج هو انتقال إلى مرحلة جديدة في الحياة والتعليم، داعيا الطلاب إدراك ذلك والعمل لتوسيع المعرفة بالعمل وفرص التعليم الإضافية. هذا وتخرج مدرسة أسمر الفنية للمرة 61 في تاريخها. أقام أعضاء جمعية الزيارة التعاونية للمناضلين المقيمين في واشنطن وضواحيها في الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرهم حفل غداء يوم 9 من يوليو للمعاقين في معسكر دندن في العاصمة أسمرا. وأوضح ممثل الجمعية المقدم بحتا ميكائيل في المناسبة التي حضرها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة لؤول جبرآب وضيوف مدعوين أن البرنامج يعكس القيم المجتمعية والثورية، وقد نظموه لمشاهدة وجوه رفاقهم المناضلين وتذكر صور الماضي. وذكرت السيدة أبرهة تملسو وسيد مسجنا جبر مدهن عضو الجمعية عن الارتياح لتمضية اليوم والترفيه مع رفاقهم المناضلين، متعهدين بتنظيم برنامج أفضل مستقبلا. وأشار مسؤول رعاية المعاقين في معسكر دندن السيد يمانة زجاي أن الدعم والرعاية المقدم للمعاقين يعكس القيم السمحة للمجتمع الإريتري، وشكر باسم جميع المعاقين المناضلين في معسكر دندن وكفاءة الداعمين. فاصل قصير سيداتي سادتي ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود. وكانت الوثيقة التي أعدتها أيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام حتى يوليو 2023. وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت. وخلال الجلسة ذاتها رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام. وحظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تمتلك حق الفيتو في المجلس. وامتنع الأعضاء 10 الآخرون عن التصويت. يذكر أن الآلية الآنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا دون التنسيق مع السلطات السورية، وينتهي سريان الآلية في 10 من يوليو الجاري. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش الحرب في أوكرانيا خلال محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي استغرقت أكثر من 5 ساعات، وعبر خلالها عن مخاوف واشنطن من وقوف بكين مع موسكو. ووصف كل من الوزيرين أول محادثات بينهما منذ أكتوبر بأنها صريحة. وتم الاجتماع بعد يوم من حضور الوزيرين مؤتمرا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 20 في جزيرة بالي الإندونيسية. وقال بلينكن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أوضح في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين في 13 من يونيو الماضي أنه يدعم قرارا بعقد شراكة مع روسيا. وأبلغ الوزير الصيني بلينكن أيضا بأن العلاقات بين بلديهما مهددة بالانحراف أكثر عن مسارها بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين. وقال وانغ أيضا إنه يتعين على واشنطن أن تلقي التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على بكين في أقرب وقت ممكن، وأن تكف عن فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية. أظهرت بيانات حكومية مبدئية أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون بالبرازيل وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر 6 الأولى من العام الحالي بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها 5 أضعاف مساحة مدينة نيويورك.
وذكرت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية إنه تم منذ يناير إلى يونيو إزالة 3988 كيلومترا مربعا في المنطقة، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6% عن نفس الأشهر من العام الماضي، وأعلى مستوى خلال تلك الفترة منذ أن بدأت الوكالة في تجميع السلسلة الحالية من بيانات إزالة الغابات في منتصف عام 2015. وتحتوي الأمازون أكبر غابة في العالم على كميات كبيرة من الكربون، والتي يتم إطلاقها مع تدمير الأشجار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتغيير المناخ. في النبأ الأخير، وفي رسالة وجهها إيلون ماسك إلى هيئة تنظيمية، ألقى الملياردير صفقة لشراء تويتر، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات مضللة حول عدد الحسابات الوهمية. ويفتح إلقاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل بفتح الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرانسيسكو مقرا حول رسوم فسخ الصفقة، والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أرسلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية إن السيد ماسك يمارس حقه بإلقاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة. من جهته، أعلن رئيس موقع تويتر أن الشركة ستتخذ إجراءات قانونية بهدف إلزام صفقة شراء المنصة. وقال بريت تايلور في تقرير إن مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليهما مع ماسك، مضيفا: نحن واثقون من أننا سننتصر. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتفقد مشاريع التنمية في الإقليم الجنوبي. إجراء جراحة العيون في مستشفى الدقيح. مدرسة أسمرة تخرج 53 طالبا. روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار نقل المساعدة إلى سوريا. وزير خارجية أمريكا والصين يبحثان التجارة وحرب أوكرانيا. وإزالة الأشجار في غابات الأمازون تصل لمستوى قياسي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.